اهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم فقاص ديال اللوز. كما سبق لي رفيت لي شاركت معكم يعني بزاف ديال الفيديوهات ديال الفقاص. فبمناسبة العيد قلت نصوروا لكم، ولكن ما حطيتوش لكم في الوقت. المهم عاد كتاب انني نمونطيه لكم ونحطه لكم. بالنسبه للمقادير راه ساهلين ماهلين وكيجي ناجح 100%. غير جربوا هاد المكونات والطريقه وغادي ينجح معكم من اول تجربه. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو والطريقه. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم واشتراكاتكم زوينين باش هكذا نزيد نحط لكم بزاف د الوصفات. بالنسبه للمكونات هنا غادي ناخذ 7 ديال البيضات. بالنسبه للبيض من الافضل انه يكون بدرجه حراره الغرفه. ومن هاد 7 ديال البيضات غادي نقص صفار ديال البيضه، يعني غندير 6 البيضات كاملين والبيضه السابعه غندير فقط البياض ديالها. من بعد غنضيف نص كاس ديال الزنجلان، كاس ونص ديال السكر، 2 كيسان عامرين ديال الزيت. غنضيف واحد القبصه ديال الملح، ضروري انكم تضيفوا شويه ديال الملحه. هنا ضفت معلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه ديال النافع اللي ما يكونوش مطحونين. وصافي غادي نخلط المكونات ديالي باليد هكذا حتى ينسجموا كاملين. من بعد غنضيف كيس ديال السكر الفاني. وهنا اخر حاجه غادي نضيف الدقيق والخمارات. هنا ضفت 3 ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسابيه يعني على حسابيه الخليط ديالكم، على حسابيه النوعيه ديال الدقيق كيفاش دايره. صافي هنا درت 2 ديال الخمارات، يعني كل 3 البيضات وكاس زيت كاس سنيده غادي ندير 3 ديال عفوا خماره وحده. صافي وغادي نخلط المكونات ديالي بهذا الشكل هذا. والى احتاجيت الدقيق فراه غادي نضيفه. صافي هنا من بعد ما جمعت الخليط ديالي كيكون في هذا القوام هذا، يعني متقصحوش بزاف باش هكذا ما يديرش لكم ما يتفرقعش لكم في الفران. صافي هنايا انا هنا غنديرو ديال اللوز. غادي ناخذ الكميه اللي تقدر تجيني في الكوميره، وغادي نحاول نسطحها هكذا باليد ديالي فوق سطح العمل. صافي وغندير واحد الكميه لا باس بها ديال اللوز. كيف ما كتشوفوا نحاول انني نوزعو على العجين كامل. ومن بعد غادي نبدا نطوي في الكميره بهذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا. نحاول انني نلصق مزيان باش هكذا ما يجينيش الفقاص ديالي فيه الفراغات من الداخل. صافي وهنا من التحت راه غادي نحاول نقرصو هكذا مزيان باش هكذا ما يتفتحش ليا الفقاص من التحت. والا جاو هذوك نحاول ان هذوك الشريطات ما يجوش الفوق، حيت الا جاو الفوق فغادي تقدر الفقاص ديالكم يعني يتشقق من الفوق. صافي غادي نبقى نكركبو بحال هكذا. من بعد غادي نوضعو في لاطه ديال العمل، وغادي ناخذ كميره اخرى. هنا هاد العجين هذا راه خرج ليا 3 ديال الكميرات اللي كبارين. انا هنا عندي الطاوه شويه كبيره، الفران شويه كبير، داكشي علاش. نتوما الا كانت عندكم طاوه صغيره فغادي تحاولوا تصغروهم. صافي هنا غادي نعاود نخدم بنفس الطريقه اللي شاركت معكم في الاول. غادي نعاود نطوي الكميره ديالي بهذا الشكل هذا ونضغط عليها مزيان باش ما يجونيش هذوك الفراغات كيف قلت لكم للداخل. صافي وغادي نحاولوا نحربلو بحال هكذا، ما نخليوش غليظ بزاف حيت الفقاص راه كيتنفخ في الفران. صافي هنايا من بعد ما درتهم في لاطه ديال الفرن، هنا خديت البيض ضفت عليه شويه ديال نسكافيه وقطيره ديال الماء، وغادي نخلط المكونات وغادي ندهن الفقاص ديالي بهذه الطريقه هذه اللي كتشاهدوها في الفيديو. نحاول انني نكثر شويه القرفه باش هكذا يجيني الفقاص ديالي شويه نواغ من الفوق، يعني كتجي واحد الديكور لي زوين، ماشي بحال دهنتيه كيبقى ابيض. صافي هنا خديت واحد الفورشيط وغادي ندوز هكذا شريطات في الفقاص ديالي حتى هما كيعطيو واحد المنظر اللي رائع. صافي غادي نستمر هكذا. من بعد خديت الكوردون غادي نتقبي الفقاص ديالي، ولا تقدروا تقبوه ببره. ضروري غادي ديروا هاد العمليه باش هكذا الفقاص ديالكم ما يتشققش لكم وهو في الفران. صافي هنا غادي ندخلوه الفران اللي تكون درجه حراره مهيله بزاف باش هكذا يطيب على خاطرو، وكيكون هذا هو الشكل ديالو. من بعد كيطيب راه ما كيتشقق ما حتى شي حاجه. غير جربوه بهاد المقادير اللي عطيتكم راه كيجي ناجح 100%. وحتى الطياب ديالو من التحت ما كيتحمرش بزاف، يعني كيجي مذهب وكيجي لذيذ بزاف.
صافي هنا كيف ما كتشوفوا انا كنقطع في الفقاس ديالي، ما كيتهرس ما والو. داك اللوز ما ترقدوه في حتى شي حاجه، يعني كاين اللي كيديروا في المزهر ليله كامله ولا، فقط غسلوه بالماء صافي وخرجوه. والفقاس تقطعوه وهو مازال سخون، يلا خارج من الفران ما تخلوش حتى يبرد. هذه زعما السر باش كيجي الفقاس هكذا كيجي ملس. ها نتوما كيف ما كتشوفوا. من بعد دابا غادي ندخلو الفران يتحمر، في الاخير رجع معكم. واخيرا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس اللي شاركت معكم اليوم. ما يمكنش شحال كيجي رائع ولذيذ بنين 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 بزاف، غير جربوه وناجح 100%. شحال من وحده ما كينجحش معها الفقاس، وشحال من مره كتجربوا ما كينجحش معها. غادي نقول لك غير جربي هاد المكونات هادو بهاد الطريقه اللي شاركت معاك، وبالتفاصيل الصغيره اللي قلت لك، وغادي ينجح معاك من اول تجربه. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سلا، كنتمنى يعجبكم. الا عجبكم ما تبخلوش ليا بشاركتكم ولا لايكات ديالكم. نقول لكم سلامه.